واحلى واسهل طبق فول ممكن تشوفوه في حياتكم والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم. وما تنسوناش في اللايك والتعليق عشان يوصلكم كل جديد مننا. النهاردة هنتكلم على طريقة جديدة لعمايل الفول. كلنا عارفين ان احنا داخلين على السحور، فمحتاج وجبة اساسية في حياتنا وقت السحور هي الفول، عشان حاجة مشبعة بتفضل سد شهيتنا فترة طويلة. والنهارده هنعمل طريقة جديدة لعمل الفول، يا رب تعجبكم. طريقة سهلة وبسيطة خالص، مش هنحتاج فيها اي تكاليف خالص. اول حاجة معانا هنا فول، معانا هنا معلقتين من الصلصة، معانا هنا بصلاية صغيرة خالص، حباية من الفلفل وحباية من الطماطم، وليمونة وطحينة. دي اللي احنا هنحتاجهم بس معانا. واول حاجة يلا هنشوف هنعمل ايه مع بعضها. وهنا جبنا طاسة وحطيناها على النار، وحطينا فيها شوية من الزيت، معلقتين من الزيت، وهنزود عليهم معلقة من السمنة البلدي اهو. ده اللي احنا هنحتاجه اهو. هنا اول خلاص اهو كده اهو كده معانا اللي حطينا الطاسة على النار، وحطينا فيها شوية من معلقتين من الزيت ونص معلقة من السمنة البلدي، وهنسيبهم يسخنوا قوي. ويلا اول حاجة هننزلها هي البصل اهو. مش هننزل الطماطم دلوقتي ولا الفلفل الا لما نبدأ نحس ان البصل يعني خد لون معانا شوية، مش لون قوي بس على الاقل يكون خدل معانا شوية اهو. هنديله لون ونرجع نكمل تاني مع بعض. وهنا اهو هنحط نطرة صغيرة من السكر مع البصلة، وبرضو نطرة من الملح وهنا نطرة كمان من الملح مش كتير بس اهو. هنا بقى هنزود اهو. هنا البصلة يعتبر ما خدتش لون، هو هنا السكر حطيناه عشان يحوش الحموضة اللي من البصل واللي من الطماطم، والملح برضو عشان يخدل معانا البصلاية اهو. هنا معانا اهو. هي كل ده ما خدتش لون جامد، او كل ده احنا بس بنخليها يا دوبك بس تطرى معانا شويه، ما تبقاش لسه شاده معانا او جامده اهو. كل ده بس بنطريها معانا بعد مع بعض كده اهو. هنا بقى هننزل بالطماطم اهو، وهننزل معاها بالفلفل، وهنقلبهم مع بعض كويس قوي، وهنسيبهم بقى مع بعض حوالي 5 دقايق كده مع بعض، لحد ما نبدأ نحس ان الطماطم دبلت معانا هي والفلفل، مش لسه جامدين زي ما هما كده، لا نحسهم طروا معانا شوية اهو. هنا بقى هنزود البهارات بتاعتنا مع بعض. وهنا كانت قعدت حوالي فعلا 5 دقايق على النار اهو. هنا بقى هنزود البهارات بتاعتنا. هنا الملح طبعا طبعا رغبتكم انتم، وهنا معانا الملح ومعانا فلفل اسمر ومعانا كزبره وكمون ومعلقه بهارات مشكله. دول الكل اللي احنا بس هنحتاج ايه نحطهم اهو. وهنقلب جامد قوي كده مع بعضه. الملح يا جماعه دي تبعكم انتوا، تبع الكميه اللي انتوا هتعملوها، وتبع الطعم طبعا اللي انتوا عايزين تظبطوه. في ناس بتحب حدقاه خفيف وناس بتحب حدقاه طالع شويه، بس ده احنا عملناه على قد الفول اللي معايا انا اللي انا هعمله اهو. مش قادره اقول لكم يعني ريحته كده جميله جدا طالعه خالص اهو. وكمان يا جماعه الفول اصلا حتى لو عندكم اطفال وهتبداوا تعودوها على الصيام،
لازم تتسحر من الفول لانها تفضل مشبعة فترة طويلة قوي لحد ما يجي وقت الفطار. كده خلاص اهو، كل ده ظبط معانا اهو. هنا بقى هنحط الصلصة. هنا اهو هنحط بقى معلقتين الصلصة، وهنقلب جامد قوي كويس اهو كده. هنخليها بقى تاخد غلوة كده مع بعضها، وبعد كده نرجع نوريها لكم تاني. وهنا خلاص اهي كانت كلها خدت غلوة مع بعضها، فضلت حوالي 3 دقايق بس كده كله يتجانس مع بعضه. وهنا بقى هنزود الفول. هنا الفول احنا جايبين فول بس عارفينه، يعني هرسينه بالهراسة، عشان الاطفال اصلا طبيعتها ما بتحبش الفول يبقى صحيح كده مع نفسه، لا بتحبه متكسر، فعشان خاطر الاطفال تاكل منه اهو. كده هنبدأ نقلب بقى كله في بعضه اهو، الفول مع التخديعة اللي احنا عملناها. وما تخافوش يا جماعة من حموضة الطماطم، احنا اصلا حطينا نص معلقة السكر عشان خاطر يشيل الحموضة اللي في الطماطم، ما تبقاش عطانا حموضة علينا على صدرنا بالليل. لا، نص معلقة السكر اللي احنا حطيناها عشان خاطر تشيل الحموضة بتاع الطماطم اهو. هنقلب بقى كله مع بعضه كويس كده. جربوها يا جماعة والله بالطريقة دي، طريقة جميلة جدا جدا وهتعجبكم قوي اهو. هنسيبه بقى يغلي كده مع نفسه غلوة، وبعد كده هنشوف الإضافات اللي هنزودها عليه تاني. وهنا هنضيف بقى نص الليمونة، مش هنحط الليمونة كاملة عشان خاطر ما تديناش لسعة في طعم الفول. احنا بس عايزين ايه سنة صغيرة، يعني هناخد نص بس ليمونة واحدة، مش هناخد الليمونة كاملة، ده نص الليمونة بس اهو. وهنقلب برضو كويس جدا اهو. اهو كده يعتبر الفول خلص. ناقص بس حاجة واحدة اللي لسه هنحطها، هي معلقة الطحينة. ثواني. وهنا اهو دي معلقة الطحينة اللي هنحطها. الطحينة برضو يا جماعة اللي ما يعرفش، الطحينة بتريح المعدة جدا، ولو المعدة جواها فيها التهابات او حاجة، الطحينة يعتبر معالج لها احسن من العلاج كمان. يعني لو معدتنا فيها اي التهابات وخدنا معلقة من الطحينة، حتى لو كلناها كده من غير اي حاجة بعيش بس، بتريح اي التهابات في المعدة على طول. كده اهو كده خلاص الفول خلص. بس هنجيب معلقة سمنة بلدي نحطها على وشه. وهنا هنحط بقى معلقة السمنة. احنا هنا اصلا يا جماعة طفينا البوتاجاز خلاص، والصهد اصلا بتاع الفول هيسيح السمنة لوحده اهو. احنا بس عايزين معلقة كده اهو على الوش اهو. يلا هنفضيها بقى ونيجي نوريهولكوا تاني. وده شكله النهائي كده معانا، يا رب يكون شكله عجبكم، والطعم كمان هيبقى احسن واحسن الف مرة. جربوها والله، طريقة جميلة جدا جدا وهتعجب الاطفال وهتعجبكم انتوا اكتر. طريقة سهلة وخفيفة وغريبة، مفيش فيها تكاليف كتير، مش هنعمل فيها اي حاجة، مش هنزود الفول اي حاجة، هي مقادير من عندنا من التلاجة. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لنا لايك واشتراك وتعليق كويس كده منكم. وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب، وتصبحوا على خير.